تعالوا اعمل معاكم النهارده كفتة الحياتي بحذافيرها من الالف للياء زي ما بتاكلوها بره بالظبط واحلى كمان. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير. يلا بينا نبتدي. عندنا نص كيلو من اللحمه المفرومه، 70% منها لحمه و30% دهن. عايزه تظبطيها عندك في البيت تظبطيها عندك جزار يبقى افضل طبعا. عندنا بصلايه كبيره مبشوره، هنصفي منها كويس الميه منها كويس جدا، ونفضل ندعك فيها كده لحد البصلايه ما تختفي خالص مع اللحمه. عايزه تفرميها تاني مع البصلايه براحتك. هنحط بقى التوابل بتاعتنا: ملح، فلفل اسود، شويه بابريكا، وشويه بهارات. من اللحمه منكترش من البهارات علشان ما يغيرش طعمها، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، دي بتنفشها كده وبتخليها طريه. هنفضل ندعك فيها كده لحد ما تتماسك معانا وتبقى عجينه زي ما انتم شايفين. هندخلها التلاجة لمده ساعه او ساعتين قبل ما نشتغل فيها. ميه البصلايه اللي طلعناها دي هنبشر عليها طماطمايه، ونحط عليها شويه ملح وفلفل اسود وشويه كده من الرز الماري. طبعا دي هنصبع بيها الكفته، هنحط ايدينا فيها وبعد كده نبتدي نصبع الكفته زي ما انتم شايفين متماسكه معايا وهايله. طالما الكفته معاكي ما خرجتش من السيخ او ما وقعتش كده من السيخ وانتي بتشويها او وانتي بتصبعيها بالشكل ده، يعني تأكدي انها ناجحه معاكي 100%، نسبه الدهون ممتازه وبقت تمام. هنصبحها زي ما انتم شايفين. طبعا في الوقت ده بيكون الفرن عندنا شغال على درجة حرارة 180. هندخلها الفرن، ما بتاخدش وقت معانا خالص، بنقلبها كده من الناحيتين ونديها بقى الفحمية عشان تدينا طعم الكبابجي بالظبط. وبكده خلاص الكفتة بتاعتنا بقت خطيرة، يعني من جوه كده هايشة وطرية ومستوية وطعمها وهم. يا جماعة جربوها، الكفتة مش محتاجة افتكاسات كتير. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وباي باي.